الفيديو جيمز ادمان، السوشيال ميديا ادمان، في ناس شايفه ان الجانك فود ادمان، والسكر ادمان، والاباحيه كمان ادمان. وده ادمان اوريدي خارج عن السيطره من زمان. اليومين دول تحس ان الادمان محاوطنا من كل اتجاه. فانا عندي ليك خبرين، خبر حلو والتاني وحش. الخبر الوحش اننا كلنا مدمنين، والخبر الحلو برضو اننا كلنا مدمنين. زمان لما كنت تسمع عن كلمة إدمان كان ممكن اللي بيجي في بالك عبارة عن سرنجات وتسطير وشد وسجارة جابت جوان وجوان جاب حباية وحباية جابت شريط إلى آخر الأغنية. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، لأن دلوقتي المينستريم ميديا بيقولك إن أي حاجة شاغلة تركيزك وشاغلة بالك جدا جدا زيادة عن الطبيعي فهي إدمان. وده حقيقي بس مش قوي. يعني الحاجات اللي تبان عادية لو بصينا عليها بعدسة مكبرة ممكن نلاقي عليها كلام فعلا أو أبحاث بتقول أو بتلمح إن الحاجة دي ممكن تكون إدمان. بس هو معقول ده يكون حقيقي؟ عشان نعرف حقيقة أي حاجة في حاجة مهمة جدا محتاجين نعرفها عن الحاجة دي، وهي التعريف أو الديفينيشن. أنا دخلت عشان أشوف ديفينيشن كلمة الإدمان، ووفقا ل NHS UK لقيت إن الإدمان هو عدم القدرة على التحكم في إنك تعمل حاجة أو تاخد حاجة أو تستخدم حاجة لدرجة إن الحاجة دي تضرك وتفضل مكمل عادي وبتستخدمها. ووفقا لأندرو هوبرمان، اللي ما يعرفوش هو عالم أعصاب وأستاذ مشارك في علم الأعصاب بجامعة ستانفورد. الراجل ده بيعرف الإدمان بأنه تضييق تدريجي في عدد الأشياء اللي بتجلب لك المتعة. وده يوصلنا لأن الإدمان مش مجرد إدمان حاجات مخدرة بس، لأ ده في حاجة اسمها إدمان سلوكي. وده نوع الإدمان اللي بيتحط تحتيه السلوكيات أو الحاجات اللي أنت مهووس بيها لدرجة إنها بتوقف نموك وتقدمك في بقية جوانب الحياة. زي التليفون مثلا اللي أنت ماسكه ومش عارف تسيبه من إيدك، أو لو أنت مهووس بالأكل عامة وعمال تضر صحتك بالإفراط في الأكل لدرجة مش صحية. اللطيف في الموضوع ان الادمان ده بيكون ببساطه بحث عن الدوبامين. انت عمال تدور على الدوبامين وبتلاقيه بسهوله موجود في ماده او سلوك معين، وده بيخليك واحده واحده او بسرعه على حسب نوع الحاجه اللي هتدمن عليها تخلي الحاجه او الماده دي او السلوك ده هو السورس الوحيد للدوبامين في حياتك. في حاله الادمان السلوكي ممكن تلاقي نفسك ما بتطلعش من اوضتك ولا بتذاكر بسبب ان الفيديو جيمز او البورن ده مصدر سهل جدا للدوبامين. طبعا متعتك ومكافئتك بتكون مضمونه ولحظيه، فتلاقي مخك بينجذب ليها وبينجرف ليها من غير ما ياخد باله. بس ثواني كده، هو انا مش قلت ان في خبر حلو في الموضوع؟ هو فين الخبر الحلو ده؟ الخبر الحلو ان زي ما في ناس مدمنه على الحاجات دي، في ناس مدمنه على الشغل وتطوير نفسها بالظبط زي اي ادمان سلوكي تاني. وده ستيل مش صحي، ولكن ده بيديك امل في ان انت لو في حاجه مخك مهووس بيها ومش عارف تتطور في بقيه جوانب حياتك، فانت تقدر لو خططت حلو وفكرت كويس تبدل مصادر الدوبامين اللي مش سامحالك تنمو في بقيه جوانب حياتك بمصادر تانية تسمح لك بده. زود مصادر الدوبامين اللي تبع الدراسه او الشغل لدرجه كافيه ان هي تنجحك او تساعدك في ان انت تحقق اللي انت عايزه. ايوه بس اكيد في ناس مش هتقدر تعمل ده. ما ايوه طبعا، لان برضه الموضوع على حسب انت واصل لفين في درجه الادمان، وهل انت مدمن بجد ولا لا. ما هو انت لو حقا وصدقا مدمن هتحتاج مساعده، مش هتعرف تساعد نفسك. انما الاغلبيه من الناس مش مدمنين يا صديقي. اغلب الناس يا اما بتعرف تتحكم في نفسها ومنضبطه جدا، يا اما عندها علاقه غير صحيه مع سلوك معين، يا اما هم في طريقهم لادمان حاجه بجد. فهي الدنيا مش ابيض واسود، هي ماشيه على كونتينيوم. طب هو انا ازاي ابدل مصادر الدوبامين اللي مش صحيه دي واحده واحده، ولا هو انا المفروض امنع مصادر الدوبامين دي مره واحده كده وجو كولد تركي؟ بص، هو انا مش متخصص في الموضوع، بس انا هقول لك الحاجات اللي انا لاحظت انها بتنفع معايا. اغلب الوقت انا مش بركز في ان انا امنع مصادر الدوبامين اللي مش صحيه اصلا. انا بقعد مع نفسي واشوف الحاجات اللي انا عايز اعملها او عايز احققها، ولكني مكسل او مثلا مطنشها او مش موتيفيتد كفايه ان انا ابدا فيها. اغلب الحاجات دي بتكون ممله ومحتاجه جهد كبير، زيها زي اي هدف ليه معنى انت عايز توصل. وببدا اشوف ازاي انا ممكن استمتع بالحاجه اللي انا عايز اوصل لها دي، بالرحله نفسها. ممكن اقسم الشغل لخطوات صغيره جدا، مثلا كافئ نفسي مثلا ببريك بعد كل حبه شغل صغيرين. ما هو ده احسن من ان الشغل ما يتعملش اصلا. طب بما اننا بنعمل شويه شغل صغيرين وبناخد عليهم بريك، طب ما نعملهم بقى ببرفكشن كده. وانا بطبق الحاجات اللي ممكن تخليني استمتع بالحاجه اللي انا عايز اعملها دي، ببدا ساعتها ادايل باك او اقلل من مصادر الدوبامين التانية في الخطوه دي بس. وانت كده كده عند نقطه معينه هتبقى في حاله فلو او تدفق مع البروجرس اللي انت عمال تعمله واحده واحده، وهتنسى بقيه مصادر الدوبامين التانية دي في الاغلب. يعني لو ما نسيتهاش مره واحده، انت واحده واحده مع البروجرس ومع فرحتك بالبروجرس ومكافئتك لنفسك هتلاقي نفسك ما عندكش وقت. السايكل دي من الشغل على نفسي وعلى افكاري بلاقيني بكررها كل مره، الاقي نفسي قاعد كده مأنتخ في الكومفورت زون، مش جايه معايا بشغل. هي دي اللي بتطلعني بره الرط او حالات الكسل والتسويف. الكلام ده بيفيدني في كل حاجه، في الدايت وفي الشغل، في الكونتنت اللي انا بعمله علشان اوصل افكاري لو انا عندي حاجه اقولها. وان شاء الله يفيدكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.